السلام عليكم. ريلمي بتقدم لنا في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 تحفة فنية، أفضل جهاز للفئة المتوسطة في رأيي الشخصي، وهو ريلمي 10 برو بلس. أول جهاز يا جماعة تحت ال $250 وده السعر المعلن، بشاشة كيرفي، شاشة منحنية، شاشة بحواف منعدمة تقريبا، مفيش حواف، مش هتبقى شايف غير شاشة. نسبة الاستحواذ بتصل إلى 93%، ودي نسبة استحواذ جبارة. الحافة السفلية والحافة العلوية رفيعين جدا، زي ما بقول لكم كده مش هتبقى شايف غير شاشه. الناس اللي بتحب شاشات الكيرفي هتستمتع بالشاشه دي، وخاصه مع السعر المحترم المعلن ال $250. الشاشه دي كمان من نوع اموليد بحجم 6.7 انش، يعني شاشه عملاقه بدقه فول اتش دي بلس، والوان الشاشه بتصل الى 1 بليون كلر، وبتدعم تقنيه الاتش دي ار 10 بلس مع معدل تردد 120 هرتز وسطوع يصل الى 800 نتس. زي ما بقول لكم مواصفات جباره، وواضح الوان الشاشه الجميله وحاجه جميله جدا. البصمه بتاعه التليفون تحت الشاشه بصمه سريعه اوبتيكال، طبعا عارفين البصمه بتاعه ريلمي يعني مش محتاجه كلام. تصميم كمان التليفون تصميم جميل جدا، الظهر كده لامع وفي انعكاسات كده، ونافذه كاميرات مبتكره مع ارتفاع خفيف قوي لنافذه الكاميرات، برغم ان الكاميرا الاساسيه هنا 108 ميجا بكسل. وزن التليفون كمان مثالي 173 جرام، وسمكه 8 مللي فقط، يعني تليفون خفيف ونحيف، وده يعني ممتاز جدا لمسكه جميله، والناس اللي بيحبوا برضو الاجهزه الخفيفه، فالتليفون ده اعتقد مفيش احسن من كده. صوت الجهاز كمان جميل جدا مع سماعات ستيريو 24 بت، السماعه السفليه بتشتغل مع سماعه المكالمات، وزي ما انتم شايفين كده في فتحه علويه عشان تطلع الصوت بتاع سماعه المكالمات، ويبقى في بالانس كده ما بين السماعه السفليه والسماعه العلويه زي تليفونات شاومي. التليفون بياخد شريحتين اتصال بدون كارت ميموري. بطاريه التليفون 5000 ملي امبير، ودي بطاريه كبيره عملاقه قويه، واعتقد كمان الاداء يعني هيكمل يوم واكتر، وخاصه مع البروسيسور اللي بيجي بتقنيه 6 نانومتر. والمهم هنا هو الشاحن اللي بيجي داخل العلبه بقدره 67 واط، والشاحن ده بيشحن التليفون في اول ربع ساعه 50%، ودي حاجه ممتازه جدا. نروح بقى لاداء الجهاز المميز جدا. التليفون بيجي باندرويد 13 وواجهه ريلمي يو اي 4.0 المستقره، والبروسيسور المستخدم من شركه ميديا تك وهو دايمنستي 1080 بتقنيه 6 نانومتر زي ما لسه قايل، مع معالج رسومي مالي جي 68، يعني اداء ممتاز جدا في المهام اليوميه، واداء محترم جدا في الالعاب. اما بقى عن الكاميرات، فعندنا منظومه كاميرات ثلاثيه. الكاميرا الاساسيه هنا 108 ميجا بكسل، وزي ما انتم شايفين نماذج الصور الكاميرا واضح ان ادائها ممتاز جدا ومبشر بكل خير. الكاميرا العريضه 8 ميجا بكسل، وكاميرا للمايكرو 2 ميجا بكسل، وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل. الاداء عموما كده انا شايفه هايل جدا من نماذج الصور، وفي انتظار بقى ان احنا نستخدم التليفون بشكل كده فعلي ونجرب الكاميرات. الجهاز بيجي بثلاث نسخ، 128 جيجا 8 رام، و256 جيجا 8 رام، وفي نسخه 256 جيجا 12 جيجا رام. سعر الجهاز الرسمي المعلن $239 لاقل نسخه ال 128 جيجا 8 جيجا رام، وده بالمصري كده من غير ضرايب وجمارك والحبشتكنات 6000 جنيه، ومتوقع يصل الى 8000 جنيه مع الضرايب والجمارك، وربنا يستر ما يبقاش اغلى من كده. ومتوقع نزوله مصر في عام 2023. يا ريت تقول لي رايك في الجهاز، وهل يستحق الشراء ولا لا، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.